صوت الصحافة، نبض الخبر. تتسارع وتيرة التحضيرات داخل أروقة المنتخب المغربي مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026، حيث تكثف الأجهزة الفنية جهودها لانتقاء الصفوة القادرة على تشريف الكرة الوطنية. وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية تضمنتها القائمة الأولية المرسلة إلى فيفا ببروز اسم الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي نجم نادي ليل الفرنسي كأحد المرشحين لتدعيم صفوف أسود الأطلس في المحفل العالمي، وسط مؤشرات إيجابية تؤكد اقتناع اللاعب بتمثيل وطنه الأم رغم عدم حسم قراره النهائي بعد. على الصعيد التنظيمي، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خارطة طريق واضحة للمنتخبات 48 المشاركة، حيث تقرر الإعلان عن القوائم النهائية يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، وستتراوح هذه القوائم بين 23 و 26 لاعبا يتم اختيارهم حصريا من قوائم أولية موسعة تضم 35 إلى 55 لاعبا أرسلت مسبقا لأغراض إدارية وتدقيقية، مع اشتراط وجود 4 حراس مرمى في القائمة الموسعة و3 في النهائية لضمان الجاهزية القصوى. وفيما يخص مرونة التشكيل، اعتمد فيفا ضوابط صارمة تمنع استبدال أي لاعب في القائمة النهائية إلا في حالات الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد، وبشرط أن يكون البديل من الأسماء المدرجة سلفا في القائمة الأولية، وذلك قبل 24 ساعة من ركلة البداية. واستثناء من ذلك يسمح بتغيير حراس المرمى في أي وقت خلال البطولة حال ثبوت عدم قدرتهم على المواصلة، مما يمنح المدربين هامشا من المناورة في هذا المركز الحساس. صوت الصحافة، نبض الخبر.